علاقة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع واشنطن علاقة قوية. منين؟ قوية. مقومات هذه القوية شنو؟ دافعوا عنا بالاستفتاء؟ هسه اليوم القواعد هم يتعاملون وياكم، ما يتعاملون مع مقبولة هنا القواعد الأمريكية في الإقليم. في أنبار قواعد الرئيسية، في أنبار، في بلد موجود، وفي تكريت موجود هناك، وفي موصل موجود، وفي قلب بغداد موجودة. هسه ماكو هاي كلها ما تشوفوها أنتم إلا تشوفوا القاعدة الموجودة في أربيل. سيد ميراني، هاي مشكلتنا معاكم. شوف منو احنا؟ منو؟ أنتم العرب. هاي مشكلتنا معاكم، تشوفون الإبرة في عيوننا بس ما تشوفون المخاطب بعينكم. سيد ميراني، وهذه المشكلة. أنا اليوم كل هالقواعد أنا اليوم محاور، كل هاي أنا اليوم أنقل. لا أنت تحكي كم عربي، أنت تحكي يعني تريد تلبس الكرد ما لا يريدون أن يلبسوه، وهذا مرفوض. سيد احنا جابهنا سيد ميراني، أتمنى لا أنا أتمنى أن لا تقولني ما لم أقله. لا حقيقة يعني لا أنا اليوم ناقل، ما دام اليوم أنا حواري مع شخصية واحدة، أنا اليوم أنقل آراء. لو أنت حاشي على قاعدة الأسد وبعدين جيت على لا جيت أنا هسه راح أتحدث. كان قبلتها كعراقي قلت صحيح هذا الأمريكان مستعمرين لازم يطلعون، هذول أجانب، سيد ميراني احنا نقدر ندافع عن بلدنا. أنا أتحدث اليوم. تخليت عن بلد، تخليت عن صلاح الدين، تخليت عن بيجي، تخليت عن قاعدة الأسد، تخليت عن حبانية، تخليت عن بغداد، جيت ما شافت عينك إلا أربيل. لا، لأنه بها جندي أمريكي. أنا سألت عن العلاقة. هذه النظرة تؤلمنا. سيد ميراني، أنا سألت عن علاقة الولايات المتحدة مع الحزب الديمقراطي. أولا بمعلومات، أنت إنسان ذكي. الأمريكان لا يتعاملون علاقة مع الأحزاب، مع دول، مع كيانات، ومن الدول ومن الكيانات يبحثون عن أشخاص. زين. تعاملهم مع الدول العربية ما كانوا مع الأنظمة، مع الرؤساء، ولهذا تعاملوا مع الأسد وطلع السادات الله يرحمه، وطلع السوفييت خلال 24 ساعة، وكان تعامل مع الشخص وليس تعامل مع النظام. أثر